تخيل معايا، انت جالس دلوقتي فاتح الموبايل أو التلفزيون، وفجأة الخبر العاجل بيظهر قدامك: النادي الأهلي أقال المدير الفني ريبيرو. قرار ضخم هز الوسط الرياضي كله، واللي يخلي أي حد يتساءل: ليه دلوقتي؟ وليه القرار ده اتاخد بشكل سريع ومفاجئ؟ الحقيقة إن القرار مجاش كده من فراغ. الضغط كان رهيب من كل اتجاه، جمهور، إعلام، وحتى من داخل النادي. مباراة بيراميدز الأخيرة كانت فاصلة، واللي حصل فيها خلى الكل يتأكد إن المشوار مع ريبيرو لازم ينتهي. الأهلي مش نادي عادي، والأهلي ما بيغيرش مدربين كل شوية. لكن لما تبقى داخل على بطولة عالمية زي كأس العالم للأندية، ومعاك صفقات تقيلة وأسماء كبيرة، لازم الإدارة تتحرك بسرعة وبحسم. من أول يوم قلنا وهنفضل نقول إن شخصية المدير الفني أهم من أي خطة أو تكتيك. الشخصية هي اللي بتخلي اللاعبين يحترموا المدرب وينفذوا اللي عايزه، وده تحديداً اللي كان ناقص مع ريبيرو. إحنا حتى في أول حلقة اتكلمنا عنه وشرحنا مسيرته، قلنا إنه عنده أفكار لكن شخصيته ضعيفة، وده ممكن يسبب كوارث قدام فريق بحجم الأهلي. والنهاردة الواقع أثبت إن الكلام ده كان صحيح. خليني أذكرك بأهم العيوب اللي قلناها قبل كده عن ريبيرو. أول حاجة، أسلوب لعبه ما كانش مناسب مع جودة الدفاع اللي موجودة في الأهلي، وده أنتج كوارث دفاعية واضحة. تاني حاجة، صحيح إنه كسب مباريات كبيرة بره أرضه زي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، لكنه فشل بشكل غريب جدا على ملعبه. تخيل كل المباريات الكبيرة اللي لعبها جوه أرضه انتهت بتعادل سلبي، يعني حتى هدف واحد ما قدرش يسجله. وده يخليني أسألك، إزاي مدير فني بيدرب فريق زي الأهلي اللي جمهوره عايز يشوف أهداف وانتصارات طول الوقت ما يعرفش يسجل على أرضه؟ العيب الثالث، واللي في رأيي الأخطر، إن ريبيرو ما تعاملش قبل كده مع نجوم كبار. الأهلي مليان نجوم محليين وأجانب، وصفقات جاية من أوروبا. والسؤال البسيط هنا، هل عنده القدرة إنه يدير غرفة ملابس مليانة أسماء تقيلة؟ الإجابة اللي شفناها عملياً كانت لأ، وده خلى استمراره ريسك كبير جداً. يا إما ينجح نجاح ساحق، يا إما يفشل بسرعة، وبالفعل التجربة انتهت بالفشل. كمان ما نقدرش ننسى إن طموحات وإمكانيات الأهلي مختلفة تماماً عن أورلاندو بايرتس أو التجربة الفنلندية اللي جه منها. طبيعة الكرة في مصر وأفريقيا عموماً مختلفة، وده الشيء أي مدرب لازم يحطه في اعتباره. لكن ريبيرو معرفش يتأقلم. القرار بإقالته كان قرار شجاع جدا من الإدارة، مش عناد ولا مكابرة. ريبيرو خد فرصته كاملة، لعب كأس العالم للأندية، عمل معسكر إعدادي، دخل الدوري، ومع ذلك معرفش يتماشى مع الفريق. واللي يقول إنه ما خدش فرصة كفاية يبقى مش متابع. الفرصة ادتها له لكنه ضيعها، ودي رسالة واضحة لأي مدرب جديد. الأهلي محتاج شخصية قوية قبل أي خطة. الأفكار ممكن تبقى حلوة، لكن لو الشخصية ضعيفة هتفشل مهما كان. الجمهور هنا مش بيرحم، والإعلام مش بيسيب حد، وضغط المباريات غير طبيعي. مش بس المدرب، كمان محتاجين مدير كورة قوي يليق بالنادي الأهلي، مدير فاهم عارف إزاي يتعامل مع اللاعبين ويعرف يقفل على الفريق في الأوقات الصعبة. الأهلي محتاج إدارة جوه غرفة الملابس قبل ما يكون محتاج أفكار على ورق. ولو رجعنا لورا شوية هنلاقي إن الرؤية الاستباقية عند الإدارة كانت غايبة في أوقات كتير. الموسم اللي فات مثلاً لما تأخرنا في التدعيمات الأمور خرجت من إيدينا، والنهاردة نفس الغلطة كانت بتتكرر مع ريبيرو. كان لازم من البداية نكون محضرين سيناريو بديل، ما ينفعش نستنى لحد ما تحصل الأزمة وبعدين نتحرك. انت شايف دلوقتي الأخبار كلها متضاربة، واحد يقول الأهلي هيمسكوا علي ماهر، واحد تاني يقول عماد النحاس الأقرب، وتالت يطلع إشاعة تانية. كل ده بيعمل حالة فوضى حوالين الفريق في الوقت اللي المفروض فيه نقفل على اللاعبين ونخلي الجو هادي ومستقر. خليني أقول رأيي الشخصي،
عماد النحاس هو الأنسب كمدرب مؤقت، عارف الفريق كويس، عارف اللاعبين، وهيقدر يمشي فترة انتقالية لحد ما الأهلي يجيب مدرب تقيل. علي ماهر كمان مدرب ممتاز، ومن وجهة نظري هو أفضل مدرب مصري حالياً. لكن المشكلة إن المدرب المصري بيبقى زي الحقنة المسكنة، يديك دفعة وقتية لكن على المدى الطويل ممكن الأمور تتعقد. التجربة علمتنا إن أي مدرب مشروع للأهلي نسبة فشله أكبر بكتير من نسبة نجاحه. الضجة اللي حصلت مع ريبيرو هي نفس الضجة اللي حصلت قبل كده مع فايلر، لكن الفرق كبير. فايلر نجح نجاح كبير بينما ريبيرو فشل بسرعة. ولسه فاكرين كمان سواريز اللي جه مشروعه وما كملش، ولاسارتي اللي كان معاه سيرة ذاتية قوية جدا ومع ذلك فشل مع الأهلي. يعني الموضوع مش بالأسماء الكبيرة ولا بالسي في، الموضوع بالشخصية والقدرة على التعامل مع الضغوط. أنا شايفاه إن الأهلي لازم يجيب مدرب تقيل له اسم كبير، وقبل أي حاجة يكون عنده شخصية قوية. كمان نعين مدير كرة على مستوى النادي عنده شخصية ويعرف يسيطر. كفاية قرارات غريبة وتخبط. لازم المرحلة الجاية تكون كلها هدوء وتنظيم. ومن غير ما نضحك على نفسنا، في مشاكل في بعض المراكز لازم تتحل. الدفاع عندنا فيه ثغرات واضحة، ومع إنه كله كان عارف إن أشرف داري إصاباته كتيرة وما ينفعش يكمل، لكن ريبيرو كان مصر إنه يعتمد عليه، ودي كانت واحدة من قناعاته الغريبة. كمان المهاجم وسام أبو علي كان خلاص باين إنه ماشي، لكن مفيش تحضير لبديله. ومحمد شريف اتظلم لما اتحط عليه ضغوط أكبر من طاقته. نفس الشيء مع الباك الشمال. محمد شكري لاعب ممتاز، لكن إصاباته كتيرة، ومع ذلك تمشي كريم الدبيس وما جبتش بديل. قرارات غريبة جدا، ودي كلها أخطاء لازم ما تتكررش. الخلاصة إن النادي الأهلي محتاج يهدأ، يرتب البيت من جوه، ويختار المدير الفني الصح. مش مهم الاسم الكبير قد ما هو مهم الشخصية. الأهلي محتاج قائد يعرف يسيطر، يفرض احترامه على اللاعبين، ويكمل المشوار مع فريق كله نجوم. الجمهور مستني يشوف الأهلي قوي، ثابت، وماشي بخطوات واثقة. ومهما حصل من هزات، النادي الأهلي عمره ما بيقع، لأنه ببساطة أكبر من أي مدرب أو لاعب. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك وفعل الجرس. صوت الترند دائما يوصل لك الصورة كاملة.